شايف الفرق بين الصفحه دي والصفحه دي؟ لو فاكر ان الفرق ما بينهم مجرد الوان بس، يبقى انت مش مستوعب ان العميل صرف فلوس كتير جدا على الاعلانات من غير ما يوصل لاي نتيجه، وحرفيا كانت صفر. لما استلمنا سبيدي فيت مشكلتهم كانت واضحه، دكاتره شاطرين جدا بس صفحتهم مش بتوضح خدماتهم اللي بيعملوها. كانوا فاكرين مشكلتهم الوحيده بس في الاعلانات، انها بتوصل للكاتيجوري الغلط، بس مشكلتهم كانت اكبر من كده بكتير. ملحوظه بس قبل ما نبدا، الشغل اللي انتوا شايفينه ده كله خلص في 50 يوم بس، منهم اجازات رمضان والعيد. اول حاجه عملنا ريبراندنج، لانهم اللون الابيض لون مبهج يليق على البراند بتاعه. ثاني حاجه كان عندهم مشكله كبيره جدا في المحتوى سواء صور او فيديوهات. بدانا اول حاجه نظبطها الكونتنت، بس هدفنا كان مختلف شويه. هدفنا ان احنا نعمل اساس الاول العملاء تثق فيه، مش مجرد احنا بنقول عندنا خدمه كذا نقدر نعملها وخلاص، لا، عاوزين نقدم فيديوهات توعيه ونفهم الناس ان الدكاتره دي ناسفه. كان بيصور معانا دكتور عبد الرحمن ودكتور يوسف، بس للاسف دكتور يوسف ما قدرش يكون موجود. ان شاء الله المره الجايه يكون موجود. طبعا شايفين الفرق بنفسكم في التصوير والمونتاج. ثالث جزء بقى وده مهم جدا الفتره دي، ان احنا ندخل اي في شغلنا. ما قدرناش نعمل حاجه قويه جدا عشان الوقت كان ضيق، بس عملنا حاجه ممتازه جدا زي ما انتم شايفين، ولسه شغالين على حاجات اقوى واقوى. تابعونا. خلاص خلصنا كل ده، بس كان باقي بس يومين على العيد. الشغل خد مننا شويه وقت، بس بالمناسبه ده الوقت المثالي جدا للشغل اللي احنا عملناه. بس قررنا نعمل تيست عشان نتاكد ان احنا ماشيين في الطريق الصح، والنتيجه من اول اعلان وصلنا للهاي اند كاتيجوري اللي احنا محتاجينه. والناس بدات تطلب الخدمه وهي مطمنه. مفيش حد نفذ، بس ده الطبيعي عشان احنا كنا في العيد. بس رغم اجازات رمضان والعيد قدرنا نعمل براند جديد، والاهم ان العملاء تثق فينا. طب انا بشرح لك كل ده ليه؟ عشان تستوعب ان دايما مش الاعلان هو الخطوه الاولى، في شغل كتير جدا 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 لازم يتعمل الاول. واحنا كمان في شغل كتير جدا يتعمل مختلف، اذا كان في المحتوى او في الاي. الاهم من ده كله ان انت محتاج تبني براند مش مجرد اعلان.